طيب لو اتكلمنا بقى عن الكلية نفسها، اللي هو المباني والكافيتيريا وشكل الكلية كان عامل ازاي، وكنتي بتروحي ازاي، الحاجات اللذيذة دي. طيب ماشي. بصي، بالنسبة للمباني نفسها، فاحنا كان عندنا مبنى ده لكلية آداب، ده الآداب بس، تمام. وكان عندنا مبنى تاني، لا، كان عندنا مبنى لعلوم. اوكي. تمام. وكان المبنيين اللي هم بتوع علوم دول كان بيشارك معانا فيهم كمان اللي هم كلية تربية. يعني كانوا بيحضروا محاضرات في نفس المبنى معانا. ماشي. وكان عندنا مبنى رابع ده تبع علوم، بس هو متخصص اكتر للناس اللي هم قسم علم الحيوان. هي اسمها ايه الحيوان؟ زوولوجي؟ زولوجي. ايه؟ زولوجي على طول. ماشي. فهم كانوا متخصصين في يعني كان ليهم مبنى، وبرضو تربية كان في منهم بيحضر في المبنى ده. ده بالنسبة للمباني. كان برضو في مبنى اسمه مبنى المعامل، ده كان بيبقى فيه كل المعامل اللي هي ريليتد بالكيمستري. اوكي تمام. ايه تاني؟ دي كده تقريبا 3 مباني صح؟ مبنى اداب، مبنيين اللي هو ماشي اداب، مبنى اداب لوحده، ومبنيين علوم، ماشي، والمبنى المعامل. اوكي تمام. المبنيين العلوم دول اللي هم منهم واحد اللي هو المتخصص في قسم علم الحيوان. طيب حلو قوي. تمام. والتاني لا عادي، كنا بندخل وبنحضر فيه اكتر، يعني اللي هو اللي كان فيه اللي هو القسم بتاعي يعني. بالنسبه للكافيتيريا، يعني الجانب الممتع بقى. بصي، هو احنا الجامعه صغيره مش كبيره، يعني الحرم الجامعي اصلا صغنن مش كبير، لان احنا 3 كليات بس. فالكافيتريات في الجامعه يعني مش قوي، يعني كانت قليله، 1 أو 2. بلس ان احنا مش بنعتمد عليها بشكل اساسي. احنا كنا اكتر بنفضل ان احنا نجيب اكل من بره، لان زي ما انت عارفه الكليه في مصر جديده، فحوالينا مطاعم كتير، ففي اوبشنز وفرايتي كبيره يعني. فاحنا كنا الصراحه بنستغل موقع الكليه ونروح بقى ناكل. موقعها متميز الذي يطل على محل لا مؤاخذه. مثلا. فاحنا كنا اكتر حاجه معتمدين ان احنا بنجيب اكل من بره ونرجع عادي الكليه، يا الا ناكل جوه او ناكل اصلا في المطعم، يعني على حسب. واحيانا كنا اصلا نطلب واحنا في الكليه، فهو يجي لنا نطلع نستلم الكلاس يخلص نستلم الاوردر على البوابه بره ندخل تاني. الف هنا. بس دي الكافيتريات. كنت بروح ازاي؟ بصي، هو كان في، يعني انا بالنسبه لي هي كانت ميزه، ممكن حد تاني اصلا ما يحبش وسيله المواصلات دي. انا بالنسبه لي المترو كان انسب حاجه، لان انا كنت بركب من محطه المعادي اروح، يعني انزل كليه البنات. فانا نزلت محطه، هي كام محطه كده معلش؟ تقريبا 15 او 16. بتبدلي في حاجه وبتغيري يعني خطوط صح؟ هو قبل ما الخط يفتح اللي هو خط جمال، يعني في محطه جمال عبد الناصر للخط الثالث دلوقتي. بس قبل ما تفتح لا، كنت بعدي على 3 خطوط. لكن دلوقتي الدنيا اسهل شويه، لان في من الخط الاول انت تقدري تحولي للخط الثالث من محطه جمال، بس الاول لا. بس هو مع الوقت انت بتعتادي اصلا، يعني انت مع الوقت خلاص بتحسي ان انت اتعودتي على الطريق باي ديفولت كده، انا نازله طالعه. خلاص. فانا بالنسبه لي كنت حاسه ان دي ميزه، ان انا بركب وسيله واحده وبوصل بطلع، يعني مش بمشي اصلا، يعني انا همشي حته صغننه جدا لا تذكر. بس ابقى في الكليه. حلو جدا. فكنت بحب ده الصراحه، لان خصوصا انا مش بحب المواصلات، الباصز او الحاجات دي. انا متهيألي هو مشكلته بس في زحمته، انما غير كده هو ممتع ومنجز. هو الفكره ان انت تلاقي التوقيت اللي تركبي فيه، يعني تبقى انت خلاص، يعني تبقي لما تركبيه كذا مره خلاص تبقي اكسبيرينس بقى. تبقي عارفه انت امتى تركبيه وامتى يبقى فاضي وامتى يبقى زحمه كده يعني. والله حلو قوي. ليه خبره برضه. طيب خليني اسالك بقى، لو في عند دكتور من دكاترتكم العظام طبعا لازمه كده بيقولها ولسه فاكراها لغايه دلوقتي، ولما بتقابلي حد من زمايلك في الجامعه بتضحكوا عليه؟ مش فاكره اسم الدكتور، بس فاكره اللازمه. مش هنقول الاسم الدكتور. حبيباتي. الله. ده دكتور راجل صح؟ لا دكتوره. اصل كنت لسه اقولها حبيبتي، دي سمعتها من ست، فاهم؟ كنت عايزه اقول لك ان اغلب الدكاتره عندنا اللي درسوا لي كانوا بنات اصلا، يعني ستات مش عشان كليه البنات يعني، ده احد العناصر يعني. بصي، هو في دكاتره رجاله، بس الغالب هناك الستات اكتر، او اللي درسوا لي يعني في القسم بتاعي. لا انا مر عليا يعني
في خلال 4 سنين اعتقد هم دكتورين 2 بس اللي يا رجاله. نهار ابيض. واحد كان بيديني في سنه اولى كيمستري الترم الاول والثاني، وواحد في سنه تانية اداني ماده الجنرال مايكروبيولوجي. اوكي. دي كانت ماده التخصص وكانت لسه حاجه جنرال، فهو اللي اداها لنا. بعد كده بقى المايكروبيولوجي ده قعدنا بقى نقسمه لحاجات، فبقى كل واحد بقى دكتوره مش دكتور. دي جديده جدا، دي جديده. فالاغلب لا بنات ستات اللي بيدرسوا. بس عشان يعني اظن يعني والله اعلم، ممكن تصححي لي او يعني اي حد يعني يعرف الكليه دي صحح لنا في الكومنتس، انه يعني كليه بنات يعني هي فيها بنات بس، زي الازهر برضو مقسمينها بنات وولاد، وحتى الدكاتره في دكاتره رجاله مع اللي هو البنين ودكاتره ستات مع البنات، الموضوع متقسم قوي. هو احنا عندنا هي كليه بنات فاحنا بنات بس. بس الدكاتره مش شرط يكونوا بنات، يعني زي ما قلت لك انا في دكتورين ادولي، ما اعرفش الصراحه في اداب هل يعني انا بشوف هناك دكاتره بس ما اعرفش عددهم، ما اعرفش مقارنه بالنسبه للدكاتره الستات قد ايه. مش قوي بالحته دي. طيب بصي انا عارفه ان انت عملتي شيفت كارير اصلا، مش شغاله بالشهاده اللي هي فيها 4 سنين فحت وردم و92% وبتاع. انت عملت شيفت كارير، بس خليني يعني اسالك، لو عايز تتكلمي في الحته دي براحتك، مش عايزه خلاص، بس هسالك عامه انت ايه هي الكورسات اللي هتفيد الشخص اللي يعني دخل علوم وعايز بقى يشتغل في تخصصه، لو عارفه وليكي مثلا زمايلك شغالين؟ كورسات هو على حسب الحاجه اللي هو عايز يشتغل فيها. يعني هي بتخرج ايه اصلا؟ معلش بقى انا بصي هو مبدئيا الاقسام كلها تقدري عادي تشتغلي في معامل تحاليل. اوكي تمام، بس كل قسم بقى فيه حاجات سبيشالايزد عن القسم التاني. طيب يعني مثلا القسم الخاص بالكيمياء الحيوي والتغذيه دول ممكن يشتغلوا يعني حاجات ريليتد بالبايوكيمستري، او يعني حاجات شويه فيها تغذيه زي دكاتره التغذيه. ايوه بالظبط الحاجات دي. مثلا قسم علم الحيوان اللي هو زيولوجي مش مهم ده ممكن يشتغلوا في حاجات ريليتد بالحاجات اللي فيها حقن مجهري، الحاجات دي. ازاي؟ انا توقعت حاجه ليها علاقه بالحيوان، يبقى مثلا شغال في معامل بتاع بيطريه، يعني ده اللي جه في بالي، ده اللي جه في هو ممكن يجوين فيها، بس هو برضو ليه في ان هو يشتغل في معامل حقن مجهري لما بيخلص بياخد كورسات بقى وكده ويقدر عادي انفولف فيها. مثلا الجزء الخاص بالكيمستري طبعا ممكن بقى اللي هي شركات الادويه او الميديكال ريب او الميديكال ريب، ده كل علوم ممكن يشتغلوا ميديكال ريب عادي جدا. وبتهيألي برضو يعني بدون مقاطعة كلامك، بيتهيألي برضو كمان اللي هو يبقى مدرس ماس بقى او فيزيكس او يعني صح؟ في ناس اوريدي عملت كده. بس هو مش اساسي ان انت تكوني تيتشر من علوم. هو يعني لان اصلا اوريدي في كليه تربيه. بس هو يعني ايه على حسب الحاجه اللي هم انترستد بيها والافيلابل من الاخر يعني فكل واحد بيلاقي الحته بتاعته في مكان معين. طيب لو اتكلمنا بقى عن الكورسات دي، ممكن تقولي بتتقدم فين، او يعني الاماكن اللي فيها اماكن بقى موثوقه ممكن تروحي تاخدي فيها كورسات ريليتد بالحاجات دي؟ بصي هو انا يعني اماكن متخصصه يعني مش هقدر افيدك قوي في الحته دي، لان انا اصلا يعني ما كانش في دماغي ان انا اشتغل حاجه ريليتد بعلوم، فلان اوريدي عملت شفت كارير. لكن مثلا ممكن اقول لك الاماكن اللي كان فيها تريننج، لكن كورسات مش عارفه قوي. تريننج زي ايه؟ طيب يعني كنتوا بتتمرنوا على ايه؟ يعني وضحي لي اكتر كده. تمام، هو انت لان في كليه عملي فانت لازم بيكون ليكي تريننج في اماكن علشان تكملي عدد الساعات بتاعتك عشان تتخرجي. وفي ناس اصلا بتحب ان هي تنزل تريننج، يعني احنا في الصيف فاللي هو ننزل نستفيد ما بين السنه والسنه. طيب اماكن زي طبعا معامل التحاليل، في معامل تحاليل كتير لو حد حابب، في الهيئه العامه للجوده او للمواصفات الغذائيه. هو انا مش فاكره الاسم بالظبط يعني، بس دي هيئه موجوده في الاميريه، ودي يعني فيها بقى تريننج في حاجات كتير. في مثلا في الجزء الخاص بالمايكروبيولوجي اللي هو كان التخصص بتاعي، فيها تريننج على الكيمستري، بس كلها حاجات ريليتد بالغذاء. يعني هي بيجي لهم زي عينات اللي هي بتنزل لنا في السوق او في السوبر ماركت. الحاجات اللي بتنزل في الماركت دي
بيحصل لها زي تيست جوه الهيئه العامه للمواصفات والجوده، افتكرت. الهيئه العامه للمواصفات والجوده. فهم هناك بيبداوا ان هم يعملوا تيست على العينات دي ويدوها زي يعني بناء على مقاييس ومعايير معينه، فبتاخد سيرتيفيكت ان هي صالحه ان هي تنزل الماركت المصري او كده. فيبداوا بقى ان هم ينزلوها للماركت والناس تبدا تشتريها، مكرونات، رز، بصي اي حاجه بقى السوبر ماركت تتخيليها. طيب انا بمناسبه اللي انت كنتي بتقوليه ده، انا جه في بالي برضو اللي هو انه حد يشتغل في مصنع يعني مواد غذائيه، يشتغل برضو مشرف جوده ويكون خريج علوم، صح كده؟ ده بالزبط. برضو كنت هقول لك دي من ضمن الوظائف اللي الناس بتتجه لها، اللي هي الكواليتي، كواليتي كنترول، سواء كواليتي كنترول في مصنع او كواليتي كنترول في معامل الشركات الادويه. يعني الشركات الادويه اصلا بيبقى في بعض الشركات الكبيره بيكون في جواها معامل للميكروبيولوجي اصلا. فهم بيشتغلوا بقى جوه. حلو قوي. طيب يعني برضو كورس، يعني انا شفت كل ده تدريب يعني او حسب ما فهمت، انما كورسات انت ما بتاخديش كورسات؟ لا انا ما اخدتش اصلا، لان انا كنت خلاص، انا كنت مقرره عارفه انا هعمل ايه. بس في ناس تاخد كورسات في، بس ما اعرفش الاماكن ايه. بس اللي هي الهيئه العامه للمواصفات والتغذيه دي فيها كورسات ريليتد بالكواليتي. طيب كل الاماكن دي بتقدم تدريب. طب هل بقى يعني مثلا بعد ما بتدرب هل بيكون في تعيين ولا في الاماكن دي؟ لا احنا طلبه، فجاست تريننج. لا ما هو يعني خلصت خلاص دراسه وعملت تدريب هناك، هل في فرصه ان اتعين؟ على حسب الحاجه. طيب وبعدين هي اغلبها جهات حكوميه. فاغلبهم ما فيش تعيين يعني. يعني اصلا دلوقتي مش كتير من الجهات الحكوميه بتعين. هم اصلا مؤخرا يعني سمعت ان هم بقوا بيعينوا تعيين يعني سنوي عادي زي اللي هو الشركات الخاصه يعني. طيب ماشي. طب مش حابه تستطردي او تكملي في النقطه دي، ان انت مثلا في حاجه عايزه تضيفيها كحاجات مذاكره او كورسات او تدريب للشباب عامه يعني؟ هو بس الفكره ان هم يبقى كل واحد محدد هو ايه الحاجه اللي عايز يكمل فيها، عشان يقدر ان هو ينفست في نفسه في الحاجه دي. ايا كان بقى الوي ايه، هيلاقي وقتها بجد جروبات وحاجات كتيره جدا تقدر تساعد ان هو يبقى عارف هو ايه الكورسز اللي محتاج ان هو ياخدها، وايه التريننج اللي هو محتاج ان هو ياخدها. طيب طيب انا هسألك يعني سؤال انا مش عارفه الصراحه هو هيكون بقى انت عارفه تلمسيه او لا. هو السؤال بيقول انه ايه هي مدى تحقيق اللي هو الدراسه بالواقع، هل لما نزلتوا على ارض الواقع؟ بصي هقولك، لان انا اوريدي كنت بحب ان انا انزل تريننج في فتره الصيف بشكل عام، كنت بحب فعلا استغل الفتره دي ما بين السنه والسنه. مدى ان انا المسه لو هنتكلم على الجزء الخاص بالميكروبيولوجي، طبعا جدا. وكان بيفرق. انت كنت بتنزلي فين؟ ماشي انا نزلت في الهيئه العامه للمواصفات والتغذيه. نزلت في حاجه كده تبع، مش فاكره الاسم، بس هي حاجه تبع يعني جهه حكوميه برضو تبع حاجه زراعيه او حاجه زي كده يعني. كانت بيدرسوا فيها اللي هي السويل والحاجات دي، التربه. نزلت في معامل التحاليل. ونزلت في 2 هوسبيتالز. لا يعني نزلت في كذا مكان، انا كنت بحب اصلا انزل. حلو قوي. بس طيب تديها كام من 10؟ ريليتد بكام من 10 للميكروبيولوجي؟ لا 10 من 10 ده بجد. ده كان بيفرق كمان امتى؟ وانا لما يكون انا المكان اللي انا بتدرب فيه ومعايا ناس بيتدربوا بس من اقسام تانية مش مايكروبيولوجي. لما كانوا بيعدوا على الجزء الخاص بالتريننج في الميكروبيولوجي، مش قصدي حاجه والله، بس هم بيكونوا يعني بيبداوا معاهم من ABC. يعني ايه؟ عشان يفهموهم اصلا يعني ايه مايكروبيولوجي، ويفهموهم ازاي يعني عشان يبقوا فاهمين ازاي يعملوا التست او يشتغلوا يعني في الحاجات الريليتد بيه. لكن احنا بالنسبه لنا لا، احنا بندخل خلاص احنا بنشتغل، احنا فاهمين. هي مش شرط ان هي تبدا معانا من البدايه وتشرح لنا يعني ايه ده ونعمله ازاي خالص. فكان بيفرق جدا، لان كان بيبقى معايا ناس من جامعات تانية من اقسام مختلفه مش مايكروبيولوجي. تمام. فلا لو مايكرو يعني ريليتد جدا. والحمد لله الكليه عندنا كانت يعني كويسه جدا في الحته دي. كان الاساس بتاعنا يعني كويس. حلو يعني بجد اشهد لهم في الجزء ده. لو هتكلم على الجزء الخاص بالكيمستري فلا مش قوي.
يعني احنا في الكيمستري بنقعد نعمل زي تجارب كده في المعمل، انا مش ببقى فاهمه انا هستفيد ايه منها بعدين. يمكن لو حد بقى كمل في الكيمستري وتخصص فيها بقى ودكتوراه والحاجات دي هو اللي يبقى اوير اكتر. فما حسيتش ان انا في الكيمستري ان انا استفدت قوي بحاجه ان انا هقدر اعملها بره. حتى التحاليل بره يعني شويه، يعني التحاليل مش معتمده على الكيمستري قوي، هي بيبقى فيها حاجات فيها يعني تحاليل بتحتاجي فيها رياجنت دي بتبقى حاجات كيمستري بس مش زي اللي انت درستيها. يعني بتبقى كيميكالز بس مش زي اللي انت درستيها، هي حاجه تانية اصلا. بس طيب انا كنت عايزه منك نصيحه لبتوع الثانويه العامه، بس مش عارفه اذا كنت انت تحبي تشيري معانا برضو فكره اللي هو انك عملتي اصلا كارير شيفت وما اشتغلتيش بالحوارات دي، يعني بس يعني براحتك. يعني حابه انا هو براحتك، بس انا ضغطت عليها مرتين، بس براحتك. طيب عشان بس افهم السؤال صح، يعني انا المفروض انصحهم ولا اشير هو يعني السؤال شقين. ماشي. فانت حابه اصلا تتكلمي في الموضوع، ولو مش حابه خلاص قولي النصيحه على طول بتاع ثانوي. هو عادي، وانا اصلا يعني في البدايه ما كانش هدف بالنسبه لي ان انا اعمل يعني كارير شيفت، على قد ما انا كنت عايزه اتعلم حاجه مختلفه عن الحاجه عن الاكاديميك اللي انا مثلا بدرسه. بس بعدين بقى لا، يعني حسيت ان الموضوع لذيذ، طب ليه لا؟ طب ما ناخد كورس، طب ما نقدم بقى في شركات. بس ده التارجت، يعني من باب التغيير مش اكتر. يعني من باب التغيير انا كنت حابه ان انا لما اتخرج ما بقاش بس حصرت نفسي في الجزء الخاص بالاكاديمي اللي هو دراستي. انا كنت عايزه هدف ان انا اتعلم حاجه مختلفه. الحاجه دي ايه بقى او هتيجي ازاي؟ لا انا يعني كنت جربت كذا حاجه وبعدين بقى قلت خلاص يعني استقريت على حاجه معينه. اوكي طيب النصيحه بقى. النصيحه بجد بغض النظر عن يعني التنسيق او كده، انا عارفه ان التنسيق في الاخر هو اللي بيحكمنا بالجامعه. بس لو في حاجه يعني لو حد جايب مجموع وشايف ان المجموع ده هو هيدخل الكليه دي عشان التنسيق اللي جابها له، بس هو عنده فرصه ان في كليه تانية يقدر يدخلها وهو حاببها فيدخلها بنفس المجموع. يعني قصدي يعني مثلا هو جاب 90 خاص، يعني تقصدي؟ مش قصدي خاص عشان مش كل الناس هتقدر ان هي تدخل خاص. بس مثلا لو حد جاب 90 والله 90 دي جابت له علوم بس هو مش حابب علوم، بس في تحتيها تربيه او في تحتيها اي كليه تانية بزنس او يدخل حاجه هو حاببها، مش عشان هو جاب مجموع فمستخسر المجموع ده فلا يلا ندخل. ناس كتير وقعت في جمله انا مستخسر المجموع، بتبقى حاجه بشعه وبعد كده بيستخسر 4 سنين تاني في عمره. بالظبط، فبيكمل عمره تعيس. فليه يعني ليه اصلا؟ وممكن يدخل بعد كده ويحب الكليه. يعني هو برضو مهم ان هم يبقى عندهم يعني awareness بالكليات. طيب كلمة أخيرة بقى عن الكلية الجميلة التي يطوق لها الجميع. على فكرة يعني أنا أصلا اكتشفت بعد كده إن علوم يعني تارجت لناس كتير. أنا برضو عرفت كده. هي حلوة مش وحشة، الكلية حلوة بس حلوة للي يعرف قيمتها واللي يكون فعلا حابب إن هو لما يخرج هو محدد هو هيعمل إيه وإن هو هيكمل. يعني أنا والله أنا عايزة أوصل لكذا فأنا هكمل وهانسست أون الحاجة اللي أنا عايزها دي. لكن غير كده مش هحسها ان هي افضل حاجه. طيب حاجه اخيره بقى عن البرنامج، لو حابه تقول لنا حاجه يعني تهدي لنا اغنيه اي حاجه. البرنامج فكرته لذيذه، انا حبيتها وحاسه ان انا مش شفتهاش قبل كده. معرفش يعني في حد عامل حاجه شبيهه ليها او لا، والله ما اعرف. انا ما عنديش معلومه. بس انا حاسه ان فكرتها لذيذه، خصوصا لو هو يعني بيتارجت كاتيجوري معينه اللي هم خارجين الثانوي العام او الفئه دي، يعني بحيث ان هم يكونوا عندهم وعي بالجامعات، عارفين هم يعملوا ايه. فانا فكره البرنامج لذيذه الصراحه. يعني التوفيق ان شاء الله. شكرا جدا يا رانيا، يعني بجد نورتيني وانا مبسوطه جدا باللقاء ده وحياة ربنا. اتمنى بس يكون الموضوع كان خفيف عليكي وانتي انبسطتي انتي كمان، واتمنى ان انا ما اكونش ضغطت عليكي يعني مرتين، يعني شر قوي، بس حاولت ابقى شريره. لا يا دير انتي براحتك. شكرا يا رانيا. طيب لو عجبتك الحلقه بقى يعني ظبطنا لايك، سبسكرايب على اليوتيوب، لايك على البيج بتاعت الفيسبوك، يعني اعمل لاف وريت كده للسبوتيفاي، شير مع اصحابك طبعا الحلقه لو عجبتك، والسلام عليكم.
كتير ادور واناقش واحلل واشوف اللي بيفهم او عالطريق يدلل، يختصر المفيد او حتى يعيد يزيد. معلش ان جيت سألتك سؤال طلع جديد، مستني ليه تتهزق بعد ما تجيب تقدير؟ والحاجة هتيجي تقولك اقدم سؤال خطير، ساعتها هتتمنى تختفي او حتى تطير، بس ما تبقاش قدامها في موقف عسير. هو انت ليه تملي مش احسن من ابن خالتك؟ حبيت عليك اوفر عشان كده سألتك. هو انت ليه تملي مش احسن من ابن خالتك؟ حبيت عليك اوفر عشان كده سألتك. ابن خالتك ابن خالتك